بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس، أسعد الله التماس. أهلا وسهلا بكم، وتجدد موعدنا في حلقة جديدة من برنامجكم أهلاوي وأفتخر القضية ممكن على قناة الصحة والجمال HBC، ومن قناة الصحة والجمال HBC على كل الأهلاوية بنمسيه. طبعا احنا متابعين الماتش طبعا. في البداية الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي مع سيمبا خلص 1-0 لنادي سيمبا، وإن شاء الله بإذن الله الأهلي بإذن الله قادر على التعويض في الشوط الثاني بإذن الله. نبدأ على بركة الله حلقتنا من برنامجكم أهلاوي وأفتخر. في البداية قبل ما أخش في موضوع الحلقة عايز أقول حاجة خارج السياق. الصعايدة أجدع ناس، الصعايدة أرجل ناس، الصعايدة هم قلب مصر وهم أساس مصر، والصعايدة هيفضلوا دايما هم في قلوبنا وهيفضلوا دايما على راسنا إلى الأبد بإذن الله. نخش بعد كده بقى في موضوع حلقتنا. طبعا في البداية شرفت امبارح بزيارة النادي الأهلي، وكان من أجمل أيام حياتي إن أنا التقيت بكابتننا الكبير وأسطورتنا الكابتن محمود الخطيب، ولو الصورة موجودة معنا ممكن نشوفها. شرفت بلقائه، شخص في منتهى الاحترام، شخص في منتهى التواضع، شخص فعلا يعني يليق بالنادي الأهلي، وفعلا كلنا بنتشرف بيه. لو الصورة موجودة ممكن نعرضها معنا. يليق بينا كمشجعين للنادي الأهلي ومحبين للنادي الأهلي، وإن شاء الله بإذن الله دايما الأهلي منتصر، ودايما الأهلي هيفضل مشرفنا، وبإذن الله العشرة السنة دي إن شاء الله الأهلي يقدر يحسمها. نخش بعد كده في موضوع حلقتنا، الإعلام الرياضي ودوره. الإعلام الرياضي دوره إنه يوجه، دوره إنه يرشد، دوره إنه ينور الطريق للجماهير، سواء جماهير أو لعيبة، وده معروف، ده دور الإعلام الرياضي، وده الدور المفروض يلعبه الإعلام الرياضي. ولكن فوجئنا الفترة اللي فاتت بكابتن مدحت شلبي، وهو إعلامي قدير وكبير وله كل الاحترام والتقدير، في بيتكلم على موضوع كهربا والمشكلة اللي حصلت ما بين كهربا وما بين لاعب من المريخ السوداني. فوجئنا بالكابتن مدحت شلبي بيقول إن الموضوع لو اتكرر هعمل وهعمل وهعمل. تعالوا نشوف الفيديو ده، نشوفه مع بعض وهنرجع نعلق عليه مرة تانية. يلا بينا نشوفه. الطريقة حول التاني تعليقين صغيرين. التعليق الأول بالنسبة لمحمود كهربا، وكل اللي حضراتكم اتفرجتوا طبعا وشفتوا انه حط ايده على بقه ووجه يبدو كلام ما كان يجب ان يوجهه لاحد لاعبي المريخ السوداني. قال ايه؟ محدش فينا يعرف لانه هو حط ايده على بقه، لكن واضح انه قال امر ما. طبعا احنا شفنا الفيديو ده، وطبعا الى اخر الفيديو الكابتن مدحت شلبي بيقول ان لو كان يا كهربا الموضوع اتكرر يعني هنطلع الملفات وكده والكلام ده كله. طبعا ده كلام لا يليق، لان دور الاعلام الارشاد والتوجيه واناره الطريق، مش ان انا اهدد لاعب. ده شيء غير مقبول بالمره، لان احنا مش هنخلص من موضوع التهديد ده، مش هنخلص مع احترامي. حد يقول السيديهات وبعد كده حد يقول الملفات، ده شيء غير مقبول بالمره، واحنا بنرفضه رفضا بات. لان انا دوري كاعلامي اللي انا اوجه اللاعب، ارشد اللاعب، اقول الصح اقول الغلط، ولكن مش اني اهدده. ده شيء غير مقبول واحنا جميعا بنرفضه. اولا يا كابتن مدحت، انت بتقول انه وجه للاعب سباب او شتم او طيب، اولا كهربا كان حاطط ايده على بقه، يعني انت سمعت منين انه هو وجه للاعب توبيخ او سباب او شتائم؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، ما ينفعش اللي انا اقول اطلع الملفات، ده شيء غير مقبول. الاعلام ما يهددش. طيب تعالوا نشوف تعليق الاداري بنادي المريخ السوداني على الواقعه دي
تعالوا نشوف قال ايه ونرجع نستكمل باقي فقراتنا من برنامج اهلاوي وافتخر. يلا بينا. اللعيب اللي كان هناك مشكله مع كهرباء، ابرز اللي حصل ايه؟ حكى لكم ايه اللي حصل؟ يعني الناس عايزه تعرف ايه اللي حصل. يا اخي والله الحاجه دي بتحصل خلافات عادي جدا ما بين اللاعبين جوا الملعب. لكن احنا بالنسبه لنا اي حاجه ان شاء الله جوا الملعب ان شاء الله بتتنسي جوا الملعب، والناس بتطلع بكل روح رياضيه والكلام برضو يعني ان شاء الله نحن بنوجه انه الكلام عندنا هناك تاني في الملعب. فالحاجه اللي حصلت حاجه عاديه بمناوشات عاديه ما بين اللاعبين، فنحن متحفظين على انه الحاجه اللي حصلت وكده، ما يعني حتى اللاعبين متحفظين، ما فيهم زول يتكلم في انه اللي اتقال شنو واللي ما اتقال شنو. فدي لغه اللاعبين جوا الملعب ما بينهم يعني. فالحاجه دي ان شاء الله ما حاجه ان شاء الله حتاثر على العلاقه ما بين الاهلي وما بين المريخ. وعادي يعني الناس كلها جوا الملعب بيكون دمها حار وكده، بتحصل المناوشات دي عادي جدا جدا يعني، ما حاجه غريبه علينا. ونحن لعبنا في افريقيا كثير ولعبنا في الوطن العربي، وحاجات طبيعيه يعني بتحصل لنا. ايه اللعيب اللي كان هناك مشكله مع كهرباء، ابرز اللي حصل ايه؟ حكى لكم ايه اللي حصل؟ يعني الناس عايزه تعرف ايه اللي حصل. يا اخي والله ده تعليق الاداري بنادي المريخ السوداني، بيقول ان هو مجرد مناوشه بسيطه ما بين لاعبين، والموضوع عدى في اطار الاخوه واطار الصداقه، وان الشعب المصري والشعب السوداني شعب واحد، وهيفضلوا دايما علاقات ممتده وعلاقات تاريخيه. فايه ده اللي احنا نعمل فتن؟ احنا مش عايزين جزائر تاني تتكرر وفتنه الجزائر تاني تتكرر. مش عايزين فتن، احنا بنحاول نهدي الدنيا، بنحاول ان احنا نقلل من الاحتقان اللي موجود ما بين اكبر ناديين. فما ينفعش يا كابتن مدحت، ما ينفعش اللي احنا نقول هطلع الملفات وهعمل وهعمل وهعمل. طيب انت بتقول ان كهربا اخطأ، ماشي انا معاك. طيب تعالوا نشوف جزء من ماتش الاسماعيلي والزمالك والواقعة اللي حصلت ما بين شيكابالا وحسين السيد. تعالوا نشوف تعليق الكابتن مدحت كان عليها ايه، ونرجع مرة تانية نستكمل باقي فقراتنا. يلا بينا. يعني ادي 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 ما اعتقدش اني اقصد بيها حاجه. شيكابالا على فكره ما اعرفش الحقيقه ايه اللي يعني ادي كده، لانه شيكابالا اخلاقياته جميله، اخلاقياته جميله كده كده، لانه شيكابالا. طيب احنا دلوقتي شفنا الصورة وشفنا الواقعة، وانا هنا مش بتعرض لاخلاقيات شيكابالا او بتعرض لنادي الزمالك من قريب او من بعيد او لنادي الاسماعيلي، ولكن انا بتعرض لتعليق الكابتن مدحت شلبي على الواقع. هل ده تصرف رياضي او تصرف اخلاقي؟ طبعا غير اخلاقي، لان اللعيب بيعتذر للعيب فاللعيب التاني بيزقه. فازاي انت يا كابتن مدحت تقول كلام عكس اللي احنا شايفينه، عكس اللي احنا شايفينه وعكس ان الملايين شايفاه؟ ما ينفعش، ما ينفعش يا كابتن مدحت، ما ينفعش اللي احنا يعني نخش في مجال، وانت اعلامي كبير المفروض اللي احنا نخش في مجال تصفية الحسابات. مش عشان كهربا رفض ان هو يعمل مداخلة معاك في برنامجك تصفي حساباتك مع كهربا. وده مش كلامي، ده كلام النادي الاهلي وتعليق من النادي الاهلي ومن قناة النادي الاهلي للزميل احمد سمير والزميلة سارة مصطفى. تعالوا نشوف قالوا ايه على الواقعة دي تحديدا، وليه الكابتن مدحت بيقول كده، ونرجع نستكمل باقي فقراتنا. يلا بينا. المجموعات في دوري ابطال افريقيا ويقول له انا هطلع لك دفاترك القديمه علشان حاجه حصلت بينه وبين زميله في الملعب. يعني معلش ايه اللي يدخل حضرتك في حاجه زي دي؟ ليه اطلع اقول للاعب هل ده تهديد؟ هل ده ابتزاز؟ هل ده اعلام من اصله؟ يعني هو الواحد اشتغل في اكبر المؤسسات الاعلاميه ومتابع اكبر المؤسسات الاعلاميه والاحترافيه ايه اللي بيحصل فيها. مش طبيعي ابدا ان اعلامي يطلع يتكلم على لاعب في النادي الاهلي او في اي نادي الحقيقه بالشكل ده ويقول له انا هطلع لك دفاترك القديمه. طب ما تقول الحقيقه، قول ايه اللي حصل، قول انك طلبت ان اللاعب ده يدخل معاك مداخله تليفونيه في البرنامج بتاعك وهو رفض. فيعني احنا يعني بنعمل ايه على الهوا؟ بنتكلم ازاي على لاعب بالشكل ده؟ انا عايزه اعرف رايك. اعتقد انه لا دورك ولا مهمتك يسمح لك انه يكون في زي ما ساره بتقول اذا كان ده تحذير او اذا كان ده تهديد من اي نوع.
لكن في جميع الاحوال ما اعتقدش ان ده دورك او دور المكان اللي انت موجود فيه، واعتقد انه ده اذا كان او اذا كنت حضرتك بتتصور ان ده ممكن يدين محمود كهربا في شيء، فاعتقد انه في المقام الاول بيدين حضرتك، لانه بدايه طبعا اعتقد انه لغه التهديد والابتزاز دي ما اعتقد انها وتوقعنا واعتقدنا انها انتهت خلاص. يعني فتره مرحله السيديهات والابتزاز والمعلومات والملفات دي خلصت، عدينا منها وانتهت، وما اعتقدش انه جمهور الكوره حابب يشوفها بترجع بشكل او باخر. الجزئيه الثانيه، اذا كان حضرتك عندك ملفات تدين، ليه حضرتك ما ظهرتهاش في اي وقت سابق قبل كده؟ وليه احتفظت بيها عشان تخرجها في توقيت من الممكن انه يحقق لحضرتك مصلحه؟ هو ده اختصار الموضوع، ان كهربا الكابتن مدحت طلب منه ان هو يعمل معاه مداخله، فكهربا رفض. هل رفض بتعليمات من النادي الاهلي او كرغبه شخصيه منه؟ الله اعلم. ولكن مش عشان يا كابتن مدحت ان كهربا رفض يعمل معاك مداخله تصفي حسابات. ما ينفعش، ما ينفعش، وما ينفعش اللي انت تقول هطلع الملفات القديمه، وما ينفعش اللي انا كاعلامي اللي انا اهدد لاعب او اتوعد لاعب او اللي انا احذر لاعب. ما ينفعش. زي ما قالوا الزملاء في قناه الاهلي، ده نوع من الابتزاز لا يليق، لا يليق. احنا عايزين ان احنا نزيل الاحتقان، وعايزين ان احنا نوحد الدنيا تاني نوعا ما، ونشيل التعصب ونشيل الغمه اللي كانت موجوده. احنا ما صدقنا خلصنا. ما ينفعش اللي احنا نقول بقى كان هطلع السيديهات ودلوقتي نقول نطلع الملفات. ده يعني شيء غير مقبول ولا يليق بيك كاعلامي كبير. ده تعليقي على الموضوع. هنطلع لفاصل واسيبكم مع اغنيه الاهلي، وبعد كده هنرجع ان شاء الله نستقبل تليفوناتكم ورسائلكم في برنامج اهلاوي وافتخر، وهنتابع باذن الله نتيجه المباراه اللي شغاله دلوقتي. فاصل ونرجع لبعض مره ثانيه. يلا بينا. من صغري اتربيت انا عشقه، انا سند وظهره في ازماته، ملايينا الحلوه والمره عاشوا افراحه وانتصاراته. من صغري اتربيت انا عشقه، انا سند وظهره في ازماته، ملايينا الحلوه والمره عاشوا افراحه وانتصاراته. مختار التتشي والخاطب كانوا عاشقين لتراب النادي، وزي ما قال العندليب الاهلي ده زين النوادي. كيان وأعظم كيان، بحبه وبخلص له من زمان. ما تشوفش الروح الا في غيره، وعاشور اكبر داي، وفضله كتير عاشوا في خيره، ولا ينكر خيره الا قال. ما تشوفش الروح دي الا في غيره، وعاشور اكبر داي، وفضله كتير عاشوا في خيره، ولا ينكر خيره الا قال. يا ما كلام عنه بيتقال، والاهلي حافظ مكانه. ابو مكه قال كنت زمان بهرب من مدرستي عشانه. ده كيان واعظم كيان، بحبه وبخلص له من زمان. اسألوا عنه صالح سيني، لاعب ورئيس ويفارس. لو هتكلم عن بطولاته يحكي عليها عن حارس. اسألوا عنه صالح سيني، لاعب ورئيس ويفارس. لو هتكلم عن بطولاته يحكي عليها عن حارس. محتاج 100 سنة احكي عليه، تاريخه مشرف من زمان. بنحلم برضه نلاقيه نادي القرن الجاي كمان. ده كيان واعظم كيان، بحبه وبخلص له من زمان.
ورجعنا لكم مرة تانية، والنهاردة أنا حرصت إن أنا الحلقة تكون مخصصة ليكم تماما، لأن كانت في ناس بتقول لي أنت ما بتقراش الرسائل. طبعا هو الوقت هو اللي ما بيسعفناش، لكن النهاردة هقرا كل الرسائل بتاعتكم، ونزلوا لنا بعد إذنكم أرقام التليفونات لو حد حابب يعمل مداخلة معانا بالنسبة للموضوع ده. هنبتدي بقى نقرا الرسائل. في معانا حمدي سعدون بيقول: النجم الأهلاوي حبيبنا، أتمنى لك التوفيق دائما، وإن شاء الله العشرة أهلاوية إن شاء الله يا حمدي بإذن الله. محيي محمد بيقول: تحياتي إليك يا أستاذ وائل. في كان الصورة كنا تقريبا جاهزة، كانت مع كابتن خطيب امبارح، لو موجودة نقدر نشوفها. ده كان مع الكابتن محمود الخطيب. طبعا كان يوم من أسعد أيام حياتي إن أنا التقيت بيه، وكنت أول مرة أشوف الكابتن الخطيب والتقي بيه وأتعامل معه عن قرب. هو كان في امبارح اجتماع كان لمجلس الإدارة. بعد ما خلص الاجتماع طبعا قابلته، اتكلمت معاه حوالي 3-4 دقايق. شخص في منتهى الأدب، في منتهى الاحترام، في منتهى التواضع، دمس الخلق فعلا. يعني فعلا يعني شخصية جميلة، والشخص ده فعلا ما وصلش للمكانة دي من فراغ، وفعلا من حب ربه وحب فيه خلقه، فعلا محبوب من الناس كلها، وعلى الحقيقة كمان أجمل مما بيظهر على الشاشة كشكلا وكصفاتا وكخلقا وككل شيء. فإن شاء الله بإذن الله دايما النادي الأهلي منتصر، ودايما إن شاء الله كابتن خطيب معانا رئيس لينا دائما وأبدا، ربنا يديه طولة العمر إن شاء الله. نرجع بقى نستكمل باقي الرسائل. في معانا محيي محمد بيقول: تحياتي لك يا أستاذ وائل وبالتوفيق إن شاء الله. ليه الموضوع بيتكلم على موضوع الصعيد؟ أنا خلاص اتكلمنا فيه يا أستاذ محيي، ومش عايزين نتكلم فيه تاني. والصعايدة أجدع ناس وأجمل ناس، والصعايدة أساس مصر، ومحدش يقدر يقرب على صعيد مصر. في معانا الأستاذ عبد الرحمن السنوطي بيقول: تحياتي إليك يا أستاذ وائل ولكل البرنامج وبالتوفيق إن شاء الله. تحياتنا إليك يا أستاذ عبد الرحمن. يا ريت يا جماعة لو نتابع مع بعض النتيجة بتاعة الماتش، لو في أي جديد بلغوني. في الأستاذ عبد الرحمن شريف بيقول: أنا بس كنت عايز أعرف هي القضية ممكن ولا مش ممكن؟ والله يا أستاذ عبد الرحمن القضية ممكن وممكن وممكن وممكن. في صديقتنا العزيزة الأهلاوية العزيزة الأستاذة منال حسين بتقول: النجم الأهلاوي المحترم، أتمنى لك التوفيق والنجاح في كل أمور حياتك. تحياتي إليك يا أستاذة منال. في الأستاذ أحمد الدالي بيقول: إيه العروض الجديدة لبعض اللعيبة في النادي الأهلي زي محمد هاني والشناوي ومحمد طاهر؟ سمعت إن جاي لهم عروض من إنجلترا، هل فعلا الكلام صح أم خطأ؟ بص والله يا أستاذ أحمد، هو إلى الآن كلام، فعلا في كلام، ولكن كعروض رسمية إلى الآن الأمر لم يتطرق بشكل رسمي، ولم يصل إلى النادي الأهلي عروض رسمية إلى وقتنا هذا. في الأستاذ أشرف المليجي بيقول: رجاء مناقشة التتويج بتاع اتحاد اليد ويكون في موقف من الإدارة. والله يا أستاذ أشرف، موضوع اتحاد كرة اليد مفيش أكتر بأن رئيس اتحاد اليد اتوقف، أخذ وقف زي ما احنا شفنا لمدة سنة، فده يعني أبلغ رد يعني. ولو في مثلا اتصالات أو كده ممكن ننزل بس الأرقام عشان الناس عايزة تتمكن إن هي تعمل مداخلات، نكون شاكرين جدا يعني. في إبراهيم البلايلي بيقول: حبيب قلبي دايما متألق يا حبيبي، وإن شاء الله العشرة. إن شاء الله يا أستاذ إبراهيم، نتمنى ذلك يا رب، وإن شاء الله بإذن الله الأهلي يقدر يعوض. أنا فعلا والله أنا في موقف لا أحسد عليه، أنا يعني بقدم ودماغي مع الماتش ومشغول، وأتمنى إن أنا أقدر أفضل مركز لحد آخر الحلقة يعني، فلو لاحظتوا عليا أي تغيير فاعذروني يعني. في الإعلامي عماد سليمان المرشدي: تحياتنا ليك يا أستاذ عماد، بيقول: بالتوفيق والنجاح الدائم صديقي العزيز، ألف شكر ليك يا أستاذ عماد. في
تاني معانا برضو رسالة. الأستاذ مدر أستاذ مدر جزرعة بيقول عايزك يا غالي تبعت لي تحية حب من حضرتك باسمي في البرنامج يا غالي، أحلى وأجمل تحية ليك يا باشا. في صديقنا العزيز صديق البرنامج أبو شوقي الخواجة بيقول تحياتي لحضرتك يا أستاذ وائل، أخبارك إيه يا أجدع أهلاوي في الدنيا؟ كنت بستفسر من حضرتك بس هل فعلا وكيل فرجاني ساسي عرض اللاعب على الأهلي والخطيب رفض؟ بالفعل حصل فعلا عرض من وكيله على النادي الأهلي، ومش من الفترة دي، من فترة كمان سابقة، والكابتن خطيب قال لك يعني احنا شكرا، يعني مش في احتياج، مع احترامنا للاعب مش في احتياج اليه. في معانا تاني الأستاذ محمد فاروق أخي العزيز بيقول تحياتي إليك يا كابتن وائل، ويا ريت ترد على شلبك. ردينا يا أستاذ محمد. في معانا تاني الأستاذ أحمد محمد عيد. الرسالة مش واضحة. في الكابتن مصطفى اسماعيل اللي بيوجه لنا تحياتنا إليك يا كابتن مصطفى. في معانا تاني الأستاذ صلاح الحبوني بيقول بالتوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله. أنا عايزك تتكلم عن يعني كابتن خالد الغندور، بيتكلم على موضوع الكابتن خالد الغندور. والله يا أستاذ صلاح يعني أنا رديت في كذا حلقة، أنا بقالي 3 حلقات أو 4 حلقات برد على الكابتن خالد الغندور، وبرد بالمنطق وبالحجة وبالاحترام. إحنا مبادئنا مبادئ النادي الأهلي، القيم والمبادئ، وده فعل مش مجرد أقوال. برد بالاحترام وبالأدب وبالحجة، وأتمنى إن الكابتن خالد الغندور يعني يبتدي يعني إيه ياخد مسار صحيح. في معانا محمود جمعة بيقول تحياتي إليك يا أستاذ وائل ولكل أعضاء البرنامج وبالتوفيق إن شاء الله. تحياتنا إليك يا أستاذ محمود، ودايما منورنا برسائلك الجميلة. طيب في تاني برضو نفس الرسالة، برضو رسالة تانية لنفس الصديق الأستاذ محمود جمعة بيقول يا ريت ترد على يعني الكابتن خالد الغندور. والله برضو ردينا يا أستاذ محمود، احنا بقى لنا 3 حلقات أو 4 حلقات بنرد. في صديقنا بقى العزيز أسقس عكاشة صديق البرنامج تحياتي إليك، بيقول تحياتي إليك يا صديقي العزيز، رأيك برضو في الكابتن خالد الغندور وإثارة الفتنة في حلقاته الأخيرة علشان كهربا، وهو ما حصلش من كهربا أي شيء في الملعب ولا بندق قافش من ساعة القضية ممكن. والله يا أسقس احنا ردينا على الكابتن خالد الغندور وردينا على الكابتن مدحت شلبي وعرضنا. معنا اتصال خالد من الشرقية. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا أستاذ خالد؟ الله يخليك يا كابتن. عامل ايه؟ والله تمام الحمد لله. الجو عامل عندكم ايه في الشرقية دلوقتي؟ والله بسم الله ما شاء الله حلو يعني الجو. ايه؟ الجو حلو والله بالله. طب تمام زي الفل. ليك سؤال يا أستاذ خالد اتفضل. والله فرحان انا بكلمك فندم. نعم؟ الاتصال فصل، حاول تتصل بينا تاني يا أستاذ خالد. في صديق البرنامج العزيز محمد بنزيمة الأهلاوي بيقول أحلى تحية ليك يا أحلى أهلاوي، أتمنى لك النجاح والتوفيق. تحياتي إليك يا أستاذ محمد، ودايما صديق البرنامج ودايما منورنا ومشرفنا. في صديقتنا العزيزة طبعا ماسي الأهلاوية، ماسي فراج بتقول عاوز أعرف إيه الجديد في قضية يافطة القرن بتاعة الزمالك، وهيتحكم فيها إمتى ولا خلاص الموضوع هدي؟ لا، النادي الأهلي لجأ للقضاء، والنادي الأهلي مكمل في طريقه وهياخد حقه بالقضاء، لأن دي حقوق ما ينفعش ان انا اكون حاصل على اللقب والاتحاد الافريقي متوجني ان انا اللقب نادي القرن، ويجي تاني يوم نادي من نفسه يروح حاطط يافطه ويقول لك انا نادي القرن. فطبعا النادي الاهلي مكمل في الموضوع. في معانا تاني صديقنا محمود سعيد بيقول ما هي الصفقات التي يحتاجها الاهلي من وجهة نظرك، وايه اخر اخبار يافطة القرن؟
وهل في عرض لمحمد هاني من بروسيا ام لا؟ هنرد عليهم حاجه حاجه. الصفقات اللي بيحتاجها الاهلي من وجهه نظري، طبعا الاهلي بيحتاج لمهاجم سوبر، وبالفعل تم الاتفاق على مهاجم سوبر. انا المعلومات اللي عندي ان الموضوع تقريبا شبه محسوم، ومهاجم من جنوب افريقيا. معلش، ايه بنقول ايه؟ مش سامع. احمد 8 سنين معانا اتصال يعني، عايز يعمل اهداء للنادي الاهلي. الو، اسمي احمد شعبان. ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. اتفضل يا احمد. الحمد لله، انت عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. علي معلول. ماله علي معلول؟ الحمد لله. وبحب كهربا. وطي التلفزيون يا احمد عندك طيب، واسمعني من التليفون. الحمد لله. بحبك انا. وانا كمان بحبك. يا احمد عندك طيب، اسمعني من التليفون. الو. معاك يا احمد. الو. سامعك يا احمد. انت اسمك مين؟ انا اسمي ايه؟ طب اقول لك اي حاجه، انا بحب كهربا. انا بحب كهربا، كلنا بنحب كهربا. شكرا يا احمد. شكرا يا احمد. نستكمل باقي رسائلنا. كنا بنتكلم بالنسبه لرساله الاستاذ محمود سعيد، بيقول الصفقات اللي بيحتاجها النادي الاهلي. طبعا قلنا صفقه المهاجم، وان تقريبا هي شبه خلصانه باذن الله. وطبعا في الحاله دي ممكن وارد ان مروان يطلع اعاره على اخر الموسم، وارد جدا جدا يعني. صديقنا برضو معانا احمد ابو سعيفه بيقول بالتوفيق والنجاح الدائم لك ان شاء الله، واتمنى تحقيق البطوله العاشره يا اهلي ان شاء الله باذن الله يا احمد، باذن الله. ولو في اي جديد يا جماعه بلغونا يعني بالنسبه للمباراه دلوقتي يعني. معانا برضو رسالة من الأستاذ حسين يوسف بيقول توجيه 3 رسائل إلى مجلس الإدارة، عدم التنازل في قضية اليافطة. طبعا أنا رديت على الموضوع ده. لسه لحد دلوقتي النتيجة 1-0، إن شاء الله بإذن الله نعوض بإذن الله. حسين يوسف كان بيقول توجيه 3 رسائل إلى مجلس الإدارة، عدم التنازل في قضية اليافطة. طبعا ردينا على الموضوع ده يا أستاذ حسين. تاني حاجة بيقول رفع دعوة على كل متطاول على النادي، أمثال طبعا وذاكر الأسامي مش هنقولها. ومعانا اتصال سيف من اسكندرية. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كابتن الاهلي خسران يا كابتن. إن شاء الله يقدر يعوض بإذن الله يا أستاذ سيف، إن شاء الله. الأهلي طول عمره بيلعب لحد آخر نفس ولحد آخر دقيقة. انا يمكن قبل ما اخش اتفرجت على الشوط الاول، المستوى مش هو، ممكن تكون الحراره هناك مأثره على اللعيبه، لكن ان شاء الله باذن الله يقدر الاهلي يعني لحد الدقيقه 90 وبعد الدقيقه 90 قادر على التعويض باذن الله. عندك سؤال يا استاذ سيف؟ معانا استاذ سيف ولا فصل؟ دعواتك يا استاذ سيف، وان شاء الله باذن الله نعوض باذن الله. كنا مع رسالة الأستاذ حسين بيقول الجزء الثالث تشديد والتنبيه على كهربا بالالتزام التام وعدم الانجرار وراء الاستفزاز اللي هيتعرض له الفترة الجاية. المطلوب ده اللي مطلوب من كهربا. والله بصوا يا جماعة، هقول لكم على حاجة بالنسبة لكهربا بالذات. يمكن أنا يعني التقيت بكهربا كذا مرة وشبه أعرفه يعني. كهربا شخص طيب جدا وشخص ودود جدا جدا، ولكن هو يعيب كهربا ان هو سريع الانفعال. ده اول جزء. تاني جزء عشان برضو نتكلم بمنتهى الانصاف، من بعد كهربا ما انتقل للنادي الاهلي في تصيد لكهربا من ناس كتيره جدا جدا ومن اعلاميين كتار جدا جدا، في تصيد اخطاء. معانا اتصال ابراهيم. الو. الو. ايوه. ايوه يا باشا. ايوه استاذ ابراهيم. ازيك يا فندم؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم.
اتفضل يا استاذ ابراهيم، بيكلمنا منين؟ مثلا يا فندم محمود متولي هيرجع امتى يا فندم؟ لا ان شاء الله هيرجع قريب باذن الله. محمود متولي انت عارف الاصابه اللي لحقت بيه كانت صعبه جدا جدا، لكن ان شاء الله هيرجع محمود متولي ومحمد محمود باذن الله هيرجعوا. معانا يا استاذ ابراهيم ولا فصل؟ معاك يا فندم. اتفضل. انا كان نفسي الاهلي يجيب يا فندم مدافع سوبر مع بدر بنون يا فندم. والله برضو ممكن تكون برضو من الصفقات اللي محتاجها الاهلي، ممكن مدافع، بس احنا عندنا مدافعين كويسين جدا جدا يا استاذ ابراهيم. معانا ولا فصل؟ فصل استاذ ابراهيم. شكرا يا استاذ ابراهيم لاتصالك. نكمل باقي الرسائل. فكنت بتكلم بالنسبه لكهربا. كهربا زي ما بقول لكم شخص طيب جدا، شخص ودود جدا، شخص متواضع جدا، تشوفه لو قعدت معاه تحبه، يعني شخص جميل. ولكن هو عيب كهربا الوحيد يعني هو اللي هو سريع الانفعال. ولكن عشان اكون منصف في تصيد اخطاء لكهربا، فعلى كهربا الفتره الجايه ان هو يكون حريص جدا 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 في كل شيء. وفي رساله تاني من الاستاذ احمد ابو مكه بيقول تحياتي اليك عزيزي وائل ولأسرة البرنامج والقائمين عليه، ولو سمحت عايز اعرف موضوع عبد الله ورمضان انهم كلموا اجاييه بخصوص الانتقال الى بيراميدز وباي مبلغ هيختاروه. اكيد الكلام ده لك جزيل الشكر والتقدير والاحترام لشخصك الكريم. فعلا بالفعل ده حصل، على فكره ان حصل كلام مع اجاييه من عبد الله ورمضان، دي حقيقه فعلا، واجاييه قال انا مكمل مع النادي الاهلي. في زكريا محمد ناصر بيقول دعوات كل الاهلاويه المحترمين لعساكر الداخليه في قوات امن اسكندريه، عسكري داخليه اهلاوي، تحياتي الاعلامي المحترم وتحياتنا لكل عساكر الداخليه. في ايه تاني؟ في معانا تاني رسائل. الاستاذ احمد ابو سعيفه بيقول موفق دايما، الف شكر ليك يا استاذ احمد. في حسين فتحي من اسيوط بيقول استاذ وائل المحترم تحياتي ليك ولكل عشاق الاهلي، هل موسيماني في دماغه مهاجم سوبر ولا هيفضل على مروان وشريف وبواليا؟ احنا يمكن قلنا من شويه يا استاذ حسين ان فعلا تم الاتفاق بشكل نهائي على مهاجم سوبر، خلال الفتره الجايه هيتم الاعلان عنه، وبنسبه يعني ممكن نقول 90% او اكتر ان مروان هيطلع اعاره على نهايه الموسم باذن الله. ووارد ان المهاجم ده هيكون مثلا هيلعب جنب بواليا، ويكون مثلا وارد ان محمد شريف ينزل تحتيهم. معانا اتصال. خالد. الو. ازيك يا فندم؟ ازيك يا استاذ خالد؟ والله تمام يا كابتن، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. بتكلمنا منين يا استاذ خالد؟ انا كنت في الشرقيه. منين؟ من الشرقيه. اتفضل يا استاذ خالد. والله انا بكلمك بخصوص الاهلي، ان شاء الله تعرفنا وان شاء الله النتيجه تبقى 3-1 ان شاء الله باذن الله، والاهلي قادر على التعويض باذن الله يا استاذ خالد. في سؤال تاني عند حضرتك؟ بتمنى ان ابشر يدخل الجول. ايه يا استاذ خالد بتقول ايه؟ معلش الصوت مش واضح. الشبكه عندك فيها حاجه يا استاذ خالد؟ طب اقعد كده او انقل في مكان فيه شبكه. فصل يا استاذ خالد. فكنا بنرد على الاستاذ حسين فتحي بيقول هل موسيماني في دماغه مهاجم سوبر ولا هيفضل على مروان وشريف وبواليا؟ طبعا زي ما انا قلت ان تم الاتفاق على مهاجم سوبر، وان مروان بنسبه كبيره هيطلع اعاره، وهيبقى المهاجم ده موجود مع بواليا، وممكن وارد ان محمد شريف يلعب تحتيهم، يسقط تحتيهم يعني. طيب في معانا تاني رساله من محمد عطله بيقول تحياتي إليك يا كابتن وائل، لازم يكون في رد قوي على أصحاب النفوس المريضة بإعلام. يعني بنرد والله يا أستاذ محمد، وإحنا يعني غرض البرنامج زي ما قلت قبل كده وبكررها تاني هو الدفاع عن النادي الأهلي. معانا اتصال وليد. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب احنا عاوزين نعرف آخر صفقات النادي الأهلي إيه يا فندم؟ وآخر صفقات النادي الأهلي يا أستاذ وليد في مهاجم سوبر، أنا عارف اسمه، بس أنا يعني ما أقدرش أعلن عن اسمه دلوقتي احتراما لرغبة مجلس إدارة النادي الأهلي، بس هو مهاجم فعلا قوي جدا جدا جدا، وهيكون إضافة كبيرة جدا في هجوم النادي الأهلي.
تاكد من كده تماما. من محلي ولا افريقي ولا افريقي. افريقي يعني؟ افريقي طب بالنسبه لعلي معلول يا فندم ما بيلعبش ليه؟ والله ممكن يكون وجهة نظر كابتن موسيماني بيريحه. هو معروف ان كان علي معلول كان بيعاني من شد في اخر مباراتين، فممكن يكون بيريحه. اكيد كابتن موسيماني ليه وجهة نظر ما نعرفهاش، لان هو ادرى واحد بالامور الداخليه للعيبه. طب دخلنا على التلفزيون يا فندم، مش عاوز دخلنا على التلفزيون ليه؟ نعم، انت على الهوا دلوقتي انا برد عليك. طب ما هو قدام على التلفزيون يا فندم ما بيتكلمش. ازاي قدامك على التلفزيون ما بيتكلمش؟ انت مش شايفني مثلا؟ شكرا لاتصالك. في معانا هيشو ابو ميشو بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى يا استاذنا نعرف وزير الرياضه تم تعيينه لحل مشاكل نادي الزمالك فقط. والله بص استاذ ميشو، هو مهمه وزير الرياضه حل مشاكل الانديه، سواء اهلي او زمالك او اسماعيلي او محله او اتحاد او مصري، ولكن احنا نتمنى ان وزير الرياضه يكون يعني ايه على حد سواء من جميع الانديه. في ايمن الحوفي ابو محمود بيقول موفق يا رب. بعيدا عن الكره المفروض مجلس الاداره ما يلعبش دوري اليد بتاع السنه الماضيه بالقائمه القديمه، يا ريت تتكلم فيها. احنا اتكلمنا يا استاذ ايمن في الموضوع، وهو بالفعل الاتحاد الدولي وقف رئيس اتحاد اليد لمده سنه. في معانا ايه تاني؟ اشرف غباشي بيقول يا ريت لو تنوه على جماهير الاهلي عدم الرد على جماهير الزمالك في تحفيلهم علينا، ولا داعي من اننا نحفل منع الاحتقان بين الجماهير وعدم متابعه. يعني بص والله يا استاذ اشرف، الرياضه طول عمرها تنافس، وطول عمرها يعني احنا ده يكسب ده يعني كنا نهرج على بعض، نضحك على بعض، نحفل على بعض باللغه الدارجه دلوقتي، ماشي، ده بيبقى مقبول. يعني طول عمرنا اهلاوي وزملكاوي، ده يكسب ده يقول له يلا شفنا عملنا فيكم ايه الماتش اللي فات، التاني يقول له مش عارف ايه الموسم اللي فات. ده مقبول، وده موجود في كل العالم وفي كل دول العالم وفي كل دوريات العالم. ولكن اللي مش مقبول التطاول، اللي انا اتطاول او اللي انا اسب او اللي انا اشتم او اللي انا اسيء، ده اللي مش مقبول. اما التحفيل في نطاق خفه الدم وبتاع ده يعني بيكون مقبول، ما فيهوش، انا مش شايف فيه اي مشاكل يعني، ما لم يصل الى حد السباب او التطاول. في معانا تاني الاستاذ ميدو سلام الاهلاوي بيقول تحياتي اليك اخي وصديقي، ومليون مبروك العوده من جديد والتالق، وكل التوفيق لنادينا الحبيب، وكل الدعم لكل ما هو اهلاوي. وتحياتي اليك يا استاذ ميدو، ودايما مشرفنا ودايما منورنا. دي بقى رسالة عزيزة جدا من المغرب من صديقة البرنامج مي أحمد، بتقول سقف الطموح دايما عالي عند الأشقاء الأهلاوية، مبارك عليكم الدوري والكاس والعصبة الأفريقية وتحقيق البرونزية العالمية. قبولات وتحيات من بنوتة مغربية، أتشرف بإني أهلاوية، وتحياتنا إليك يا أستاذة مي، وإحنا سعداء بيكي جدا جدا. هي من أصدقاء البرنامج، وهي مغربية وعاشقة للنادي الأهلي ومشجعة متحمسة جدا جدا للنادي الأهلي، وعلى طول بتشرفنا وبتنورنا برسائلها الجميلة. فأنا بوجه لها التحية، وتحية خاصة لكل أهلنا العزاز في المغرب الشقيق. في معانا تاني، أنا مخصص الحلقة النهاردة ليكم، لكل الرسائل هرد عليها، عشان انتوا بتشتكوا وبتقولوا ما بتقراش الرسائل كلها وبتاع، أنا عملتها النهاردة كلها ليكم. في معانا عماد حمدي بيقول كل التحية والتقدير ليك، ومن نجاح لنجاح إن شاء الله، ليك كل الدعم والمساندة، ربنا يخليك يا رب يا أستاذ عماد، ألف شكر ليك. في تاني معانا اتصال محمد من المنصورة. ألو. ايوه يا كابتن وائل. أيوة يا أستاذ محمد. ايوه يا كابتن وائل. اتفضل يا أستاذ محمد. ازي الحال يا كابتن وائل؟ الحمد لله رب العالمين. هو ان شاء الله الاهلي يقدر يعوض يا كابتن وائل؟
باذن الله الاهلي قادر على التعويض باذن الله، باذن الله، والاهلي هيلعب لحد اخر دقيقه، وطول عمر الاهلي يعني في النهايه بيحسم، وقادر ان هو يحسم في كل حاجه، ودي كره قدم. وارد اللي انت ممكن تتغلب النهارده، تتعادل النهارده، تكسب بكره، ولكن ان شاء الله باذن الله الاهلي قادر على التعويض، يعني دي انا متاكد منها تماما يعني. دعواتكم معنا يا كابتن وائل بالله عليك. ان شاء الله باذن الله باذن الله، والاهلي بيلعب لحد الدقيقه 90 وبعد ال 90 كمان. دعواتكم معانا ان شاء الله. شكرا يا محمد. نستكمل باقي رسائلنا. في معانا الاستاذ محمد كمال بيقول هل الكابتن مدحت متاثر يعني والله احنا ردينا يا استاذ محمد على الكابتن مدحت. كابتن مدحت اعلامي، المفروض اعلامي كبير واعلامي قدير واعلامي ليه تاريخ وليه باع في الاعلام الرياضي. ما ينفعش ان هو يعني سقطه زي دي، يعني ان انا اطلع اهدد لاعب او كده، ما ينفعش. انا ارشد اللاعب، اوجه اللاعب، لكن ما ينفعش ان انا اقول اوجه يعني هطلع الملفات ومش الملفات. لغه التهديد والوعيد دي متهيالي خلاص بقى انتهت من المجال الرياضي، خلاص انتهت بقى من اخينا، خلاص يعني خلصنا منها، فما ينفعش يعني. معنا اتصال عمر من القاهره. الو. اهلا. ايوه يا استاذ عمر. ايوه يا كابتن وائل. ازيك يا استاذ عمر؟ الحمد لله يا فندم، وايه اخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. فندم كنا عايزين نعرف ايه يا فندم، ايه يا فندم المستوى بتاع الاهلي ده يا فندم؟ صفقه الاهلي، ما انا بقول لك هو مهاجم من الاهلي من جنوب افريقيا. ايوه يا فندم، بس يعني مش شفناش يا فندم صفقات في الماتش خالص. ما شفناش ايه؟ صفقات يا فندم في الماتش بتاع النهارده خالص. مش ما هو اللي هو يعني هو الاهلي مش هيتعاقد معاه ينزل على طول يلعب النهارده. بس الاداء النهارده كان سيء جدا. بص انا هقول لك على حاجه، انا يمكن شفت الشوط الاولاني فعلا الاداء سيء مش في مستواه. ممكن يكون عامل الجو، الرطوبه هناك، الجو هناك صعب جدا جدا، ممكن يكون مؤثر على اللعيبه، وارد جدا. لكن هو في النهايه هي مباراه وب3 نقط، وقادر الاهلي ان هو يعوض فيها يعني باذن الله. يا فندم يعني بصراحه يا فندم لو الاداء فاضل على المستوى ده احنا كده خلاص كان نودع اي بطولات ثانيه هناخدها. لا مش للدرجه دي، لا مش للدرجه دي، انا مش معاك. مفيش فرقه على طول في مستواها، ومفيش فرقه على طول بتبقى مستواها دون المستوى، لا دي كوره. النهارده وارد النهارده ما يكونش يومك، بكره وارد ان هو يكون يومك. احنا شفنا استاذ محمد اعظم الفرق في العالم، هو في بعد برشلونه اتغلب قبل كده بال8 وبال7، ده وارد، دي كره قدم وكل شيء فيها وارد. ولكن مش عشان نتيجه مباراه نقدر نقول لا كده خلاص وشكرا وبتاع، لا لسه المشوار طويل جدا جدا يعني. يا فندم بعد اذنك يعني لو تكلم لنا اي حد من الساده الرؤساء يعني يفتحوا لنا المدرجات عشان الجمهور يقدروا يحضروا المطوشه، ويبدا كده فني يرجع فيه روح تاني للكوره. ما انا هقول لك على حاجه بالنسبه لموضوع فتح المدرجات، هو يعني انت عارف موضوع الكورونا مؤثر جدا جدا، مش بسهوله ان النادي الاهلي يقدر يفتح المدرجات، لان ده قرار دوله. انت ما شايف موضوع الكورونا وموضوع مش سهل اللي انا اقدر افتح مدرجات وكده، ودي بتبقى تعليمات. شكرا لاتصالك. نستكمل باقي رسائلنا. معانا ابراهيم مندي الاهلاوي بيقول اخبار محمد محمود ايه، علشان الواحد نفسه يشوفه في الملعب من تاني، علشان هيفرق مع الاهلي الفتره المقبله جدا. ان شاء الله باذن الله نشوف محمد محمود قريب باذن الله. وفعلا محمد محمود لعيب كبير جدا، ولكن الحظ مش خدمه في الاصابات وكده، لكن ان شاء الله باذن الله يعني هو في طريقه للعوده مره تاني باذن الله. في تاني رساله من الاعلامي رمضان الصباغ بيقول بصراحه لازم مروان محسن يمشي من الاهلي، لان النحس ماسك فيه وبيضيع احسن الفرص قدام المرمى، وبتمنه نجيب هداف للدوري او حتى هداف القسم الثاني ونوفر شويه كمان. والله هو برضو نفس القصه، برضو مروان محسن والله لعيب كبير جدا. يعني انا يمكن بروح من وقت للتاني النادي الاهلي وبشوفه في التدريبات بيكون كويس جدا، ولكن هو سبحان الله هو فعلا حظ، يعني هو حظ. وفعلا انا معاك ان مروان يعني ممكن مش عايز اقول نحسم لازمه، ولكن هو غير موفق وبنسبه كبيره، ومروان هيطلع اعاره يعني بنسبه كبيره يعني. في تاني رسائل تاني معانا، رسائل كتيره قوي.
أستاذ رشاد محمد شاكر بيقول منور الدنيا والشاشة يا أستاذ وائل، أخبار الصفقات وكواليس الأهلي إيه؟ قلنا الموضوع بالنسبة للمهاجم يعني. وقت ما يصرح ليا ان انا اقول اسمه هقول اسمه طبعا. في حمودي محمد بيقول موفق باذن الله ومن نجاح الى نجاح وبالتوفيق ليكم جميعا. الف شكر يا استاذ حمودي. في تاني ايه تاني تليفون الاستاذ محمد توفيق بيقول بالتوفيق اليوم للنادي الأهلي العظيم، فوز مستحق إن شاء الله 2-0 وبالتوفيق لحضرتك في البرنامج اليوم. تحياتنا إليك يا دكتور محمد، ودايما مشرفنا ومنورنا برسائلك الجميلة، وهو من الأهلاوية الجمال جدا جدا يعني والعزاز علينا. في معنا الاتصال. هو كان وليد بيقول، كان معنا اتصال من الاستاذ وليد بيقول ماتشات الاهلي ليه ما بتتلعبش على قناه الاهلي؟ لان معروف يا استاذ وليد ان البطولات كلها تقريبا 3/4 ان لم يكن 90% من البطولات واخدها احدى القنوات حصريا، فهو قناه الاهلي ما عندهاش حقوق عرض يعني. بس نستكمل باقي الرسائل. في الاستاذ اسماعيل الصاوي بيقول عظمه، ربنا يخليك يا استاذ اسماعيل. في صديقه البرنامج تيتا سومه معانا اتصال الحاج عزم من المنصوره. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والنبي احنا عايزين نتفرج على الماتش. تمام. ما احناش كنتوا زينا على القناه على قناه الافلام، على قناه الافلام. دلوقتي مش في البتاع خالص، احنا عايزين نحرق في دمنا مفيش. لا مش فاهم السؤال يا فندم، يعني ممكن توضح؟ الاتصال فصل انا ما فهمتش بصراحه سؤاله قصده ايه يعني. في حمودي بيقول منور. في ايه تاني؟ محمود الاهلاوي بيقول ربنا معاك. في حسين عادل بيقول منور الدنيا يا استاذ، ده بنورك يا استاذ حسين. في محمود الصاني بيقول للغالي ربنا يخليك يا رب ومنورنا دايما برسائلك الجميله. في معانا قد ايه وقت يا جماعه؟ طيب الوقت طبعا خلص، وارجو ان انتم تكونوا استمتعتوا بالحلقه، وان شاء الله باذن الله الاهلي قادر على التعويض باذن الله. وانا النهارده خصصت الحلقه ليكم اهو زي ما وعدت، وزي ما وعدت على صفحتي كل الحلقه قريت كل الرسائل واستقبلت كل التليفونات. واختم كلامي بقول احيانا قد نحب اشياء في الحياه، ولكن يظل دائما حب النادي الاهلي هو كل الحياه. واشوفكم دايما على خير باذن الله، والسلام عليكم. Magic System, Red One, Shaoki.